السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل اي كلام بس نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا عندي بواقي كيك وولادي عايزين ياكلوا حاجه حلوه وتنمرضوا على الكيك، فهعمل ايه؟ هرميها؟ لا طبعا، هنعيد تدويرها. فانا هفرمها كده في الكبه واحط عليها معلقه زبده، وانا ممكن افركها بايدي بس انا هحطها في المفرمه عشان احط عليها معلقه بس زبده. طبعا انتي كسريها بايدك عادي، بتتكسر تبقى زي الرمله وجميله. انا عاملاها كذا مره على ايدي. تحلية حلوة وبسيطة وخفيفة. أنا عندي جيلي، حطيت كوبايتين مية على النار، مية غلت نزلت بالجيلي بتاعي، بس هيغلي غلوة وهضيف عليه كوباية مية باردة وهسيبه على جنب لغاية ما أعمل الكاستر. عندي لتر من اللبن، نزلت باتنين باكو من الكريم كراميل، بس اهو ابتدي يغلي معايا، هركنه على جنب يبرد لغاية ما اصب الكيك في القوالب. اي اطباق عندك بقى، اي حاجة عندك، صبي الكيك. الكيك طالع زي الرملة وجميل وريحته حلوة لما زودت عليه معلقة الزبدة. لو انتوا فاكرين الكيك ده انا عاملاه بدون دهون، لا زيت ولا زبدة. هصب بقى هنا الكريم كراميل. انا سبته لغاية ما هدى كده وبرد. احط طبقات خفيفة على كل الاطباق عندي، وبرده هسيبه يجمد في الطبق، وبعد ما يجمد هخرط عليه موز. اي فاكهة عندك خرطيها، انا كان عندي موز فهخرط على وشه كده موز. تحلية حلوة وبسيطة ولادك هيفرحوا بيها وتغيير. اصب بقى الجيلي، اي نوع جيلي. انا كان عندي برضو الفراولة، وبرضو الولاد بيحبوا الجيلي الفراولة قوي. بس اهم حاجة وانتي بتصبي امسكي حاجة صبي عليها يعني معلقة كده، عشان الجيلي لو صبتيه مباشر هيخرم معاكي الطبقة اللي احنا عاملينها. انا كان عندي كيس كريم كراميل فدهنت كده يعني، رشيت على وشي الموز، مش اساسي الكريم كراميل. بس انا ماسكه معلقه وبصب بيها على اساس ما اخرمش الطبق. بصوا الطبقات وجمالها حلو قوي، طبقه كيك وطبقه كريم كراميل وطبقه الجيلي بالموز، وطالع اكتر من رائع وحلو. يا رب بقى تجربوا وصفه حلوه وخفيفه، تحليه جميله هتعجبكم. واشوفكم بقى في حاجه تانية، متنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.